انت اتنفيت يا عرابي. ايه بقى بعد ما دخلت حروب ابو قير بر وبحر وعديت خط بارليف انسوني كده بكل سهوله؟ انا كنت ايقونة ثورة 19. مفيش فايدة يا باشات، انت لازم اعمل زي انجازات. عممت قناة السويس، بنيت سد عالي، كسبت حرب اكتوبر، كسبت ثقة شعب. وليه تدخل نفسك معاهم في حروب؟ انا جمعت المماليك في القلعة وقضيت عليهم في 6 ساعات. تكنجيس، لقد خلقنا الله احرارا ولن يخلقنا تراثا او عقارا. انتوا الشعب لازم يقوم ضدكم بثورات شعبيه، ضدكم وضد المستعمر المحتل. هو ايه ده؟ ما تستغربش، ده اللي هيحصل لك لو سلمت دماغك لاي حد في التاريخ. اهو ده بقى شكل التاريخ في دماغك لو انت مش مع مستر احمد عادل، لان خريطة التاريخ محتاجة متخصص ومش اي حد يتفلسف فيها او يغير محاورها. خليك مع مستر احمد عادل وافهم تاريخ صح. السلام عليكم طلابنا حبايبنا، عاملين ايه؟ دفعه 2027 يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك يا صديقي في تفاصيل الدفعه الجديده. اهلا بيك يا قلبي. طب ودفعه 26 نسيتنا ولا يا مستر؟ لو انت من طلاب دفعه 2026 فانا حابب اقول لك ان الرحله خلصت، ودي يمكن اخر مره اكلمك فيها كطالب ثانويه عامه، لكن الاكيد مش اخر مره افرح بيك. اتمنى من كل قلبي ان اللي جاي يكون احسن واكتر من اللي انت بتحلم بيه، وانا فخور بيك جدا جدا جدا. وايا كان يا صديقي اللي وصلت له، سواء كنت اللي بتحلم بيه او اللي كتب لك، فهو كده كده خير، لان رب الخير لا ياتي الا بالخير. اما بقى صديقي لو انت دفعه 2027 فاهلا بيك يا صديقي. انت داخل دلوقتي يا صديقي سنه ممكن تغير حاجات كتير قوي في حياتك، والله اعلم يمكن انت شخصيا تكون واحد من اوائل الجمهوريه زي اللي كانوا معانا، لان بفضل الله احنا كان معانا 5 من 10 من اوائل الجمهوريه، فان شاء الله انت السنه الجايه تكون واحد منهم. طب تفاصيل السنه الجديده ايه؟ اولى وثانيه وثالثه، تعال احكي لك بس واحده واحده. خليني بس اقول لك في الاول ان احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تفاصيل اولى وثانيه ثانوي بكالوريا. طب لو انت ثالثه ثانوي فاقول لك يا صديقي ان انت تفاصيل الفيديو بتاعتك لسه هتنزل شويه، ولكن كل اللي انا طالبه منك دلوقتي انك تبقى عارف وجاهز ومستعد، لان ان شاء الله يوم 18/8 يوم الثلاث هيكون نازل لك محاضره تاسيسيه لمنهج التاريخ بتاعنا، وفي الفيديو بتاع المحاضره التاسيسيه هنشرح لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها سواء سنتر او اونلاين. هتقول يا مستر طب انا عايز احجز دلوقتي، هقول لحضرتك احنا سهلنا عليك وفتحنا لك كمان حجز ثالثه ثانوي اونلاين موجود، وكده كده في السناتر احنا فاتحين الحجز. وبس كده صديقي، تفاصيلك كلها تنزل لك يوم 18، هستناك ان شاء الله في المحاضره التاسيسيه، استعد. اما دلوقتي يا صديقي هنتكلم عن اولى وثانيه ثانوي. نبدا باولى ثانوي وتعالى كده واحده واحده. في البدايه يا صديقي خلينا اعرفك ان لو انت طالب اولى ثانوي فاحنا متواجدين اونلاين بس. طب ليه مش متواجدين سنتر؟ لان انت كده كده منهجك بيكون صغير وبيبقى الدنيا لذيذه فيه ومش محتاج انك تنزل سنتر نهائي فيه. بالاضافه يا صديقي ان انت اصلا بتروح مدرسه وبيبقى عندك تقييمات، فاحنا بنرشح لك ان نظام الاونلاين خاصه لو انت اولى ثانوي بيبقى افضل مليون مره، وبنوفر لك فيه كل حاجه انت محتاجها. وتعالى واحده واحده يا صديقي اشرح لك نظام. طيب يا صديقي بالنسبه لاولى ثانوي ان شاء الله فاحنا نظامنا كالاتي. اولا عندنا يومين بنخصصهم ليك في الاسبوع. اليوم الاولاني يا صديقي ده احنا بننزل لك فيه فيديو شرح بيشرح لك الدرس بالتفصيل، وبننزل لك عليه كل نواتج التعلم وكل الافكار، واي سؤال جه في امتحانات قبل كده او حتى الاسئله الخاصه بالتقييمات، فاحنا بنغطي كل حاجه انت هتحتاجها. ده بالنسبه ليوم الشرح. وبعد كده يا صديقي بنحدد لك يوم تاني، اليوم التاني ده بننزل لك فيه فيديو حل الواجب وتحليل الواجب. وفي فرق ما بين حل وتحليل يا صديقي، لان احنا بنشرح لك كل سؤال هو ايه ليه صح وليه الاستبعاد ده غلط، وبنقول لك كمان الجزئيه دي ايه اهم الافكار اللي ممكن يشتغل عليها في الامتحان. وبفضل الله يا صديقي اي سؤال او اي نواتج تعلم هتاخدها معانا هتعرف ان انت الحاجات دي مش موجوده غير عندنا بفضل الله. طيب ده بالنسبه للشرح ونظام الحل. طب يا مستر بالنسبه للتقييم، التقييم يا صديقي ان انت عندك كل اسبوع امتحان. طب الامتحان ده بيبقى امتى؟ الامتحان ده حضرتك بينزل لك يوم المحاضره الجديده، لان المحاضره الجديده مش بتفتح الا لما حضرتك تكون ممتحن الامتحان على الدرس السابق. ولو يكن احنا محددين ان يوم الاحد بننزل لك شرح، فيوم الاحد ولو يكن اللي بعده الاربع، وكده كده الايام احنا هنحددها لك بعدين ان شاء الله، ولكن بس بديك نبذه دلوقتي. فهيجي ان انت حضرتك الحد ينزل لك شرح والاربع ينزل لك الحل. يوم الاحد اللي بعده لما ينزل لك فيديو الشرح الجديد، قبل فيديو الشرح الجديد بتلاقي حضرتك عندك امتحان. الامتحان ده انت بتمتحنه وبتختبر نفسك، وبتبدا ان اي سؤال تعطل فيه
بينزل لك بعد الامتحان على طول فيديو حل الامتحان. بس حضرتك انت لما بتتفرج على الفيديو بتعرف انت غلطت ليه، ولو عندك اي مشكله كمان انت بتتواصل مع تيم الماده العلميه او بترفع سؤالك على المنتدى العلمي، واحنا معانا تيم من مدرسين الماده العلميه اللي بيتواصلوا معاك وبيحلوا لك اي سؤال في اي وقت. وكمان يا صديقي احنا بنوفر لك بقى نظام المتابعه، بحيث ان انت دلوقتي لما بتاثر لان مشكله الاونلاين يقول لك ان انت بتراكم، لا يا معلم، احنا موفرين لك تيم بيبدا يتابعك اول ما انت تتاثر باذن الله، مش هيخليك تراكم ان شاء الله. حتى لو فكرت انك تراكم في مكالمه لولي الامر، ولي الامر ما بيهزرش، عشان كده احنا هنتابعك اول باول. طب انا عايز احجز يا مستر، طب الاسعار هتبقى نظامها ايه؟ تعال اقول لك ان احنا عاملين لك عروض حلوه. اول حاجه يا صديقي احنا عندنا حاجه اسمها باقه الشهر. باقه الشهر ده اللي هو حضرتك انت عندك الترم الاول مثلا لو عندنا 3 شهور اساسيين فيهم شرح المنهج، فاحنا عندنا يا صديقي الشهر 100 جنيه، ولكن احنا موفرين لك ومنزلين لك عرض لو انت اشتركت حاجه اسمها باقه ال3 شهور، ودول بيشملوا الترم الاول كله. طب حضرتك ده بيبقى عباره عن ايه؟ اقول لك ان احنا عاملين لك فيه تخفيض من 300 جنيه ل 200 جنيه. ده معناه يا صديقي ان انت بتوفر شهر، فالافضل انك تشترك الباقه وتريح نفسك. بس ما تروحش تقول لولي امرك ان الباقه ب 300 جنيه تضرب انت ال 100 جنيه، انت كبرت على الكلام ده. طب يا مستر اولى ثانوي هتبدا امتى؟ اقول لي سيادتك ان شاء الله احنا هنبدا في اول 9. طب طالب ثانيه ثانوي بكالوريا اللي مستني في الفيديو كتير وكمان عليه كلام كتير، الخوف والقلق والتوهان اللي انت فيه ده طبيعي، لان انت في وسط زخم كتير جدا جدا وحاجات عماله تنزل لك كل يوم وانت تايه. طب انا بدات، طب هو ده المنهج؟ وهتبدا تحس ان انت مش عارف ابدا امتى، وتبدا تحس ان انت تايه. فتعال اقول لك كلمتين بما يرضي الله وخدهم نصيحه من حد خايف عليك كاخ وتمشي بيهم، هترتاح طول السنه. في البدايه كده صديقي، رغم ان المنهج نزل ولكن رسميا لسه ما اعتمدش، وعشان كده اوعى تتفرج على اي فيديو او اي شرح او تسمع لاي حاجه طالما المنهج رسميا في الوزاره لسه ما نزلش. فيا صديقي لازم تمشي صح علشان تنهي صح. طب يا مستر بالنسبه للمنهج هو فعلا صعب يستاهل عمليه التهويل؟ اصل الناس كلها بتقول المنهج صعب والسنه دي صعبه والمنهج بيحتاج مذاكره كتير قوي. هقول لك يا صديقي لازم تفهم ان المنهج زيه زي اي منهج. هتقول لي معناه؟ هقول لك يا صديقي بمعنى ان سيادتك لازم تذاكر لاي منهج، انت ما تعتبرش ان هو منهج جديد، اعتبر يا صديقي انه اصلا انا داخل على سنه جديده، فبالنسبه لي السنه الجديده هاخد فيها منهج جديد، وما تتعبش نفسك. ولازم تفهم ان انت كده كده مجهودك في كل سنه دراسيه لازم يكون هو. الفكره كلها اللي انت لازم تعرفها ان يبقى عندك التزام التزام التزام، ويبقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان انت مش مطلوب منك غير ان انت تسعى وتعمل اللي عليك، وكده كده النتيجه ربنا سبحانه وتعالى هو كاتبها لك، وربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه كاتب لك الخير. فانت ابدا السنه بنيه مع ربنا سبحانه وتعالى انك ناوي انك تجتهد وتتعب وتعمل اللي عليك، ومش هتسمع لاي حد بيقول لك ان المنهج صعب وان ممكن الامتحان تيجي صعبه وان انت مش هتكون قدها. لا يا صديقي، انت قدها وقدها وقدها. والحاجه الاخيره اللي انا هطمنك بيها ان انت بفضل الله مع حد متخصص في الماده، وده هيفرق معاك كتير قوي. بالاضافه يا صديقي ان اصلا لو المنهج اعتمد رسمي هو نفس المنهج اللي منتشر، فانا حابب اطمنك لان هو ده منهج ثالثه ثانوي اصلا، هم بس ضايفين عليه اول وحده جزء من ثانيه ثانوي وجايبين منه تاريخ ثالثه ثانوي. فهو من الاخر يا صديقي جاب منهج ثانيه ثانوي على منهج ثالثه ثانوي وقام ضاربهم في الخلاط وقام مطلع لك منهج جديد. والمنهج ده يا صديقي احنا بقى لنا 5-6 سنين من النظام الجديد، وقبل النظام الجديد 5-6 سنين مشغلين عليه وعندنا خبره فيه كبيره جدا، وعارفين حتى خبايا الاسئله وعارفين كل الافكار. فبالنسبه لنا احنا مفيش حاجه اتغيرت، فعشان كده انت ما تخافش لان انت كده كده مع حد زي ما قلت لك اشتغلنا تاريخ سنين، فالعمليه بالنسبه لنا سهله بفضل الله. طب يا مستر انا كده اطمنت، ايه التفاصيل بقى بالنسبه للسنتر والاونلاين؟ نبدا الاول يا صديقي كده بنظام الاونلاين واحده واحده عشان عندنا كذا عنصر هنتكلم فيه. العنصر الاولاني يا صديقي هو نظام الشرح والحل. مبدئيا كده احنا عندنا يومين اساسيين بنشتغل فيهم في الاسبوع، واليومين دول يا صديقي بننزل لك فيهم شرح الدرس وحل. بنبدا نخش على كل فقره نشرحها لك ونحللها لك ونعمل لك عليها كمان افكار اسئله ونحط لك عليها نواتج تعلم وكل التفاصيل اللي انت محتاجها اللي تسهل عليك عمليه الحل. ممكن يطول شويه ولكن في الحل لما تيجي تحل هتعرف قيمه اللي احنا هنعمله معاك في الشرح. دول اليومين الاساسيين اللي احنا هنشتغل عليهم. عندنا بقى صديقي يوم ثالث، واليوم الثالث ده هو يوم مش اساسي، ولكن اليوم الثالث ده هتلاقيه ان احنا بننزل لك حاجات على الدرس بتاعك. اول ما بنخلصه بنبدا في اليوم الثالث ده ان شاء الله ننزل لك عليه ملخصات
مراجعه، ورشه، بيكون في امتحان، فبنبدا ان احنا نشغل لك اليوم ده بان هو برضه بيبقى يوم عندك فيه تاريخ، ولكن مش بيبقى تقيل لان ما بيبقاش فيه شرح جديد، فما تعتبروش حاجه اضافيه لان هو بس حاجه بنراجع بيها على اللي فات. وده يا صديقي هيخلينا معاك اول باول عشان ما تراكمش اي حاجه وتكون مخلص منهجك بدري، واول الناس باذن الله اللي يكون لامم الماده. بعد كده بقى يا صديقي نيجي لمستوى التقييم. مستوى التقييم يا جماعه عندنا هو عباره عن امتحان كل اسبوع. الامتحان ده حضرتك بينزل لك مع المحاضره الجديده. قبل ما حضرتك تفتح المحاضره الجديده هو بيكون الامتحان موجود، بتخش تمتحن. طب يا مستر انا مش عايز امتحن وعايز ادخل على المحاضره الجديده، لو اتشقلبت كده يا صديقي المحاضره مش هتفتح لك، لان المحاضره عشان تفتح لازم تكون ناجح في الاختبار. هتقول لي يا مستر يعني ايه ناجح في الاختبار؟ هقول لك يا صديقي يعني مش المهم ان انت تخش تمتحن وتختار اي حاجه، هقول لك انك لازم تكون ناجح ومعدي درجه النجاح فيه. طب يا مستر افرض ان انا امتحنت وما عرفتش اجيب الدرجه، هتلاقي حضرتك ان ده اسمه المستوى الاول. احنا عاملين لك ميزه دلوقتي وهي مستويين. المستوى الاولاني اللي كل الناس بتمتحنه، ولكن لو انت ما جبتش الدرجه اللي احنا حاطيناها هتبدا تمتحن مستوى تاني، والمستوى التاني في الغالب بيبدا يقيس فيه مستوى مذاكرتك وحفظك للدرس، علشان نبدا فعلا نشوفك انت ذاكرت ولا ما ذاكرتش. لان في الغالب ممكن يكون في طلبه في الاول هي لسه مش عارفه تتعود على الاسئله، فتقول لك يا مستر انا كده بتظلم. هقول لك لا يا صديقي، احنا عاملين لك مستويين. المستوى الثاني هو بيبدا يقيس زي ما انا قلت لك الحفظ والفهم والمذاكره بس. طب يا مستر لو انا ما عديتش فيه، اقول لك يبقى انت كده ما ذاكرتش. طب لو انت عديت، بيبدا بقى تيم الماده العلميه بيتواصل معاك وبيعرف انت مشاكلك في المستوى الاولاني كانت فين. ده بالاضافه يا صديقي ان احنا بننزل لك بعد كل امتحان فيديو حل الامتحان علشان حضرتك تبدا تعرف انت غلطت في ايه وتعرف الصح من الغلط، فاحنا دايما معاك اول باول. طب يا مستر لو انا عندي اي سؤال وعايز اساله، اقول لسيادتك احنا موفرين لك حاجه اسمها المنتدى العلمي، والمنتدى العلمي ده يا صديقي افضل بكتير جدا لان احنا موفرين لك فيه كل حاجه انت محتاجها، سواء ان انت عايز تسال سؤال او عايز تبعت صوره، وكمان بيتواصل معاك تيم من الماده العلميه متخصصين في الماده بيساعدوك وبيشرحوا لك كل حاجه ودايما في ظهرك ومعاك. طب يا مستر هو كله ضرب مفيش تحفيز؟ هقول لسيادتك ان احنا موفرين حاجات كتير جدا هتعجبك. عندنا مبدئين، مبدا الثواب ومبدا العقاب. مبدا الثواب يا صديقي ان احنا لو حضرتك دخلت واتفرجت على الدرس كويس وبدات ان انت تتفرج على الفيديو الشرح كله، تحل واجبك، تبدا ان انت سيادتك تتفرج على فيديو تحليل واجب وتجيب درجه كويسه في الامتحان من اول مستوى، بنبدا ان احنا موفرين ليك حاجه على منصه اسمها نظام البوينت. طب يا مستر نظام البوينت ده، هقول لسيادتك ان ده بنبدا ان احنا اي حاجه انت بتعملها على المنصه مجرد ما تفتح المنصه تتفرج على الفيديو في اسرع وقت، تبدا ان حضرتك تخش تسلم واجبك، تجيب درجه كويسه، الكلام ده كله بينزل لك عليه حاجه اسمها النقاط على المنصه. طب النقاط ده ببدا استفيد بيها ايه؟ هقول لسيادتك ان النقاط دي لما بتجمعها لنقاط معينه او عدد معين بتبدا انها تتحول لك لفلوس على المحفظه. طب والفلوس دي اعمل بيها ايه؟ هسحبها يعني؟ اكيد لا، ولكن الفلوس دي حضرتك انت هتستخدمها في اي كورس على المنصه. يعني ممكن مثلا النقط دي في الاخر تتحول لك ل 100 جنيه، وال 100 جنيه دي مثلا تبدا تشحن بيها الكورس الجديد، فتلاقي نفسك بتوفر على نفسك وتبدا ان انت تصرف على نفسك باجتهادك. طب ده الثواب، امال ايه العقاب؟ العقاب يا صديقي ان سيادتك لو قصرت وما اتفرجتش على الفيديو وما تابعتش معانا، هتلاقي تيم الدعم بيكلمك ويبدا يتواصل معاك ويحذرك مره والتانيه والتالته مع ولي امرك، والرابعه للاسف هو بيحذف حسابك من على المنصه، فيا تكون معانا ملتزم يا ما تكونش معانا. طب يا مستر الحجز والسعر والتفاصيل وموجودين على المنصات ايه؟ حضرتك سواء اولى او ثانيه او حتى ثالثه احنا متواجدين على المنصات التاليه، سواء منصتنا الرسميه هي منصه مستر احمد عادل، او منصه بسطتها لك، او منصه سحابه، او منصه مسار، او منصه تمكين. دي المنصات اللي احنا متواجدين عليها، تقدر تشترك في اي حاجه انت عايزها. طب السعر، الاسعار كلها على كل المنصات موحده. السعر يا صديقي احنا موفرين لك عندنا حاجتين. الحاجه الاولانيه يا صديقي وهو نظام الشهر، وده معناه ان انت بتشترك كل شهر. طب الشهر ده بكام؟ احنا موفرين لك الشهر يا صديقي ب 175 جنيه، ولكن يا صديقي احنا موفرين لك بقى تخفيض، تعالى اقوله لك. عندنا تاني حاجه وهي الباقه. طب الباقه دي عباره عن ايه؟ الباقه ده يا صديقي هي باقه ال3 شهور. لو انت هتشترك في الباقه دي فاحنا بنوفر لك فيها تخفيض بدل من 175 ل 150، يعني بتشترك عندك في الباقه ب 450 جنيه ال3 شهور. وفي كمان يا صديقي اشتراك سنوي بس انا هسيبه لك سعره مفاجاه على المنصه. وبكده يا صديقي نكون خلصنا نظام الاونلاين. اما يا مستر بنظام السنتر مفيش اختلاف كتير يا صديقي. ليه؟ لان انت لو طالب سنتر فانا حابب اقول لسيادتك انك انت هتاخد كل مميزات طالب الاونلاين. هقول لي بمعنى ان سيادتك اي حاجه طالب الاونلاين بياخدها انت بتاخدها بنفس النظام بنفس كل حاجه. امال انا هنزل السنتر اعمل ايه؟ هقول لك ان انت عندك حاجات اضافيه، انك انت هتاخد حصه الشرح مرتين، مره في السنتر
ويبقى عندك الفرصه يا صديقي مره تانية انك تسمعها في الاونلاين، ودي ميزه معاك لو انت هتحضر معانا سنتر. بالاضافه صديقي ان امتحانك بيكون في السنتر، وكده كده اماكن السناتر احنا نزلناها قبل كده، وحابب اعرفك ان تقريبا 99% من حجز الاماكن كلها للاسف مقفوله. ولو انت عايز تعرف ايه الاماكن اللي موجود فيها حجز فانت ممكن تتواصل مع كل السناتر وتشوف، ولكن انا بقول لك ان في الغالب اماكن السناتر كلها قافله حجز. طب يا مستر انا اعمل ايه؟ انا عايز احضر معاك في السنتر وانا دلوقتي حضرتك حجز قفل، اعمل ايه؟ اقول لسيادتك ان انت تقدر تحضر معانا اول شهر بس اونلاين، واحنا كده كده وكل شهر ان شاء الله هنعمل امتحانات وهندخل فيها طلبه جديد، ولكن للاسف يعتبر حجز السناتر كلها في معظم الاماكن دلوقتي مقفول، فانت ممكن تخليك معانا اول شهر اونلاين وبعد كده تنزل معانا سنتر، ده لو انت حابب تنزل معانا سنتر. طب وطالب تانية ثانوي هيسالني هنبدا امتى؟ هقول لك يا صديقي احنا ان شاء الله هننزل لك مواعيدك بعدين، ولكن احنا بس مستنيين الوزاره تعتمد المنهج رسمي، واول ما ينزل خبر الاعتماد المنهج رسمي هننزل لك مواعيد المحاضره التاسيسيه ومواعيد بدايه اول محاضره. وبس كده. في الاخر يا صديقي انا مش عايزك تقلق من اللي جاي، لان انت مش لوحدك في الرحله دي، وانا دوري معاك مش واقف عند مادتي وبس. اي حاجه هقدر اوفرها لك تساعدك في دراستك في مادتي او غيرها، اي نصيحه او معلومه او خطوه تخلي طريقك اسهل هحاول اوفرها لك ومش هبخل باي مجهود. اعتبرني مدرسك، صديقك، اخوك الكبير اللي هيقف جنبك وفي ظهرك لاخر الطريق. انت بس اسعى واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وخلي عندك يقين ان طول ما انت بتسعى بصدق فالنهايه ان شاء الله هتكون اجمل واللي جاي خير. وبس كده، نلقاكم على خير في المحاضره الاولى. سلام.